شاروخان يكشف عن ديانة أولاده وتصريحات صادمة عن ديانتهم. وهل فعلا شاروخان يصلي وابنته سوهانا مسلمة أم هندوسية؟ شاهناز غير حبيبة الممثل سيدهارث هل تعود للحياة الطبيعية مرة تانية؟ وما هي أخبار حالتها الصحية والنفسية بعد وفاة الممثل سيدهارث شوكلا؟ كارينا كابور تعلق على إطلالة كيم كارديشيان في المهرجان اللي أثارت الكثير من الجدل. كما شهدت كارينا كابور وهي تغادر من مطار مومباي هي والعائلة وابنها تيمور وجاء إلى أجازة سرية. توفي الممثل سيدهارث شوكلا بنوبة قلبية في يوم 2 سبتمبر، وبعد وفاته المفاجئة كانت والدته وصديقته شاهناز في حالة سيئة جدا، وكانوا في حالة من الحزن والصدمة الشديدة. وأفاد أحد الأقارب بأن شاهناز كانت في حالة عدم إدراك وكانت ترفض تناول أي وجبات بعد الانتهاء من الطقوس الأخيرة للممثل الراحل سيدهارث. ولحسن الحظ فإن والدة سيدهارث إلى جانب شاهناز، ويبدو أن كلاهما يبذلوا قصارى جهدهم للتعامل مع رحيل الممثل سيدهارث. فيقول المصدر المقرب بأن الممثلة في حالة سيئة للغاية، وهذه الخسارة لا تجعلها تتأقلم مع نفسها ولا تجعلها تتأقلم مع وفاته، بالأخص بأن أشخاص مقربين قالوا بأن الممثل الراحل قد توفي أثناء تواجده في غرفة نوم شاهناز وأيضا كانت بجواره. وستكون شاهناز في حالة حداد لبعض الوقت. للأسف فهي لا تنام جيدا ولا تأكل بما فيه الكفاية، وبالكاد تتحدث إلى أي شخص ولا يمكن تركها بمفردها في هذه الحالة. فكانت والدة سيدهارث تمثل القوة بالنسبة لي وتحاول إعطائها القوة ولم تتركها جانبا على الإطلاق في هذه الحالة. كما أفادت التقارير بأن والدة سيدهارث تحث شاهناز على العودة للعمل وعدم إبعاد نفسها عن وسائل التواصل الاجتماعي والقتل، فهي ما زالت تمثل ركيزة القوة بالنسبة لشاهناز كما كانت تمثل ركيزة القوة لابنها سيدهارث. فجميع الفانز يأملوا بأن تكون شاهناز في أفضل حالاتها وتحاول التأقلم على رحيل الممثل، كما يحاول فانز سيدهارث وفانز شاهناز أن يحفزوها على العودة إلى حالتها الذهنية ويحفزوها على التأقلم ودعم الممثلة، محاولين جاهدين لمعرفة إذا كانت بحالة جيدة أم لا. وقال المصدر المقرب بأن شاهناز حاليا تحاول التأقلم بشكل جيد. تحدث نجم بوليوود شاروخان خلال العيد الوطني 71 للهند عن التسامح والتصالح بين الهنود وبين المسلمين وعدم التفريق بين الديانات. والتصريحات دي أثارت جدل كبير جدا، وتعرض شاروخان لكتير من الانتقادات بسبب التصريحات اللي صرحها. فقال شاروخان إن هو لا يجبر أحد من عائلته على الالتزام بدين محدد، وقال شاروخان إنه بيعتنق الدين الإسلامي بينما زوجته هندوسية. وقال شاروخان أيضا بأنه لم يجبر أبنائه على اعتناق دين معين، حيث عندما سألته ابنته سوهانا عن دينها قال لها: نحن هنود وليس لدينا دين معين. وصرح شاروخان بأنه مسلم ومؤمن بالشريعة الإسلامية ويدافع عن دينه لكنه لا يصلي. وشدد شاروخان على أنه يمنح أولاده مطلق الحرية في اعتناق الدين اللي يقتنعون بتعاليمه. وفي الأيام الماضية شاهدنا شاروخان أثناء قيامه بالاحتفال بأعياد الهنود فتم انتقاد شاروخان بشدة كبيرة جدا لظهور إبراهيم وهو يصلي للورد غنيش. فكشف شاروخان أن أطفاله منفتحين تماما على جميع الأديان وأنه يريد أن يجعلها ميزة عندهم. فنرى العديد من النجوم وهم يحتفلون بكل المهرجانات بحماس شديد جدا بغض النظر عن الديانة، مما يراه البعض بأنه مثال رائع للعلمانية. فشاروخان دائما ما يتحدث بأنه أسرة منفتحة تماما على جميع الأديان، ورغم أن شاروخان مسلم بالولادة ولكنه يؤمن بعبادة واحترام جميع الأديان. ففي فيلم وثائقي تم نشره في عام 2005 تحدث شاروخان بأن أطفاله منفتحين تماما على جميع الأديان، ومع أخذ نفس الشعور الأمام تم الاحتفال بغنيش هذا العام وجميع السنوات الماضية. ومع ذلك فإن مجموعة كبيرة جدا من المسلمين غير سعيدين تماما عن قيام شاروخان وأطفاله للعبادة لإله هندوسي على الرغم من كونهم مسلمين.
وفي عام 2018 نشر شاروخان صورة لابنه الأصغر إبرام وهو يصلي للورد غنيش عن انستجرام، وقد علق عليها قائلا: لدينا غنيش بابا في المنزل. بينما قدر البعض علمانية شاروخان، لكن هناك العديد من شكك في ديانة شاروخان وقيامه لدعوة الكثير بالاحتفال باللورد غنيش، وصفوه بأنه عمل خاطئ. كما حث البعض الناس على عدم متابعته، وقالوا بأنه هذا عار عليك وهذا خطأ، أنت مسلم، لماذا تحتفل بيوم غنيش؟ لأصنامهم أو المعبودات اللي بيقدسوها الهنود. وده أثار جدل كبير جدا من النجوم. قد شاهدنا العديد من النجوم أثناء قيامهم بالصلاة لهذه المعبودات، من ضمنهم عائلة سلمان خان وأيضا عائلة عامر خان. أما عن ديانة شاروخان وأيضا التصريحات اللي أثارت جدل كبير جدا، صرح شاروخان بأنه يحمل الديانة الإسلامية وباقي أفراد أسرته ليسوا مسلمين، وصرح بذلك وقال: أنا مسلم وزوجتي هندوسية وأطفالي هنود. في بلادنا نتحدث عن الهندوس والمسلمين والسيخية والمسيحيين، لكن الجزء الأفضل في جيلنا الشباب أنهم لا يتحدثون عن الديانات، يؤمنون بأن الاختلاف في الأديان لا يحدث أي مشكلة ولا يعكر صفو حياتنا. لو قال لما بنتي سألتني في مدرستها أخبرتهم بأننا هنود وأنا لا أتحدث عن نفسي فحسب، بل أؤمن أيضا بأنه لا يوجد شيء يمكن أن يزيل هذا الانسجام من حياتي، خاصة مع وجود أشخاص متفاهمين حولي. وللعلم أن ديانة الدين الإسلامي هي الديانة الثانية في الهند، وتمثل أكثر من 14% من الشعب الهندي، ويبلغ عدد المسلمين في الهند أكثر من 170 مليون نسمة. كده كنت كشفت ليكم تصريحات شاروخان اللي أثارت جدل كبير جدا عن ديانته وعن اعتناقه للدين الإسلامي وعن اعتناق أولاده وعدم اعتناق أولاده لدين معين، واللي كتب ليه في التعليقات وقال إن سهانة بتنشر ببعض البوسترات عن الدين الإسلامي. كتير من النجوم بينشروا بوسترات عن الدين الإسلامي سواء مسلمين أو غير مسلمين، زي ما بنشوف أميتاب باتشان، وكتير من النجوم بيعايدوا أو بيهنئوا المسلمين بأعيادهم بأعياد الإسلام، فده ما يثبتش إذا كانت سهانة مسلمة أو غير مسلمة. كتير من المهرجانات بتصير اهتمام جميع أنواع العالم، سواء المهرجانات الهندية أو غير الهندية. فعلى ما يبدو بأن كارينا كابور صدمت من رؤية إطلالة كيم كارداشيان في المهرجان، قد أثارت كيم الكثير من الانتباه في جميع أنحاء العالم. في يوم الثلاثاء وصلت كيم بارتداء ملابسها سوداء بالكامل تغطيها من رأسها حتى أخمص قدميها، وقد أثارت هذه الإطلالة الكثير من الجدل على وسائل السوشيال ميديا. في بعضهم أشاد أن إطلالة كيم كانت خارج الصندوق، وبعضهم اللي كانوا هجوميين جدا وغير مقتنعين أو غير حابين إطلالة كيم. كما أعربت كارينا كابور عن رأيها في إطلالة كيم من خلال حسابها على انستجرام، فنشرت كارينا صورة لكيم وكتبت وقالت: ماذا يحدث؟ فأشارت عليه كارينا بأنها تشعر بالحيرة الشديدة من إطلالة كيم السوداء والمختفية تماما. أما عن كارينا كابور فقد شهدت وهي تغادر مطار مومباي أثناء سفرها هي وعائلتها إلى أجازة سرية، وقد شاهدنا تيمور وهو يتمتع بالحيوية ويقفز أثناء سفره خلال المطار، وأيضا جي أثناء ما كانت تحمله في بعض الصور المربية وبعض الصور تحمله كارينا. كما تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وكافة إجراءات الدخول إلى المطار كما يفعله مع أي مسافر، مما أثار إعجاب كتير جدا من الفانز على حزم إدارة المطار.